السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة كده هعمل مكرونة بلبن. حاجة سهلة وبسيطة وخفيفة وجميلة جدا جدا جدا. كيس مكرونة اقلام وكيلو لبن بخيره، ونسمي بسم الله. حلة كده فيها مية بتغلي، وهنزل عليها بكيس المكرونة. بسم الله. هتغلي اهي. اول ما تغلي كده اقوم نازله عليها بمج السكر ده. طبعا السكر ده حسب الرغبه، حسب ما انت تحبي بقى سكرك بيبقى ايه بتحطي. انا حطيت مج كده سكر. بسم الله. ونقلب كده. على فكره الحله دي اصلا هيبقى فيها كل حاجه، ولا هتصفي مكرونه ولا هتعملي اي حاجه، كل حاجه في الحله. وبعدين هحط كيس الفانيليا ده، طبعا بيدي ريحه جميله جدا جدا جدا. نسيبها بقى كده تغلي كده غلوتين 3 4 لغايه المكرونه ما تحس ان هي اتهرت شويه. اهي طبعا استوت اهي. طبعا انا بقول لكم انا ما صفيتهاش، كله هيبقى في الحله واحده. هنزل بقى كده عليها باللبن. هنزل بقى بسم الله بسم الله. وبعدين هحط بقى كوبايه فيها معلقتين نشا اهو. معلقتين نشا كده ندوبهم في نص كوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوفوا لسه ما حطيتش النشا، وشوفوا شوفوا القوام عامل ازاي، وما حطيتش لسه النشا. طبعا عشان المكرونه نزلت النشا بتاعها. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقلبي بسرعه كده. طبعا انا دهنت الصينيه كده سمنه. كل حاجه بعملها مش مكلفه عامه. السمنه الكيس ب5 جنيه. هنحطها كده في الصينيه، وبعدين نفرغ المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يا حبايبي احلى صينيه مكرونه بحاجات سهله وبسيطه وعلى قد الايد، وهتشوفوها برضو لما تخرج من الفرن. وهي يا ولاد خرجت من الفرن حاجه كده قمر قمر قمر. بصراحه مش قادره اوصف لكم شكلها ولا ريحتها. طبعا انا مش هعرف اقطعها معاكم الوقت لانها لسه طالعه من الفرن نار. وطبعا انتوا عارفين لما بتتقطع بيبقى شكلها ايه. ايه رايكم؟ حاجه كده عسل وقمر قمر قمر.
والف هنا وشفا على اللي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. ارجو بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات دمياطيه. مع السلامه حبايبي.